السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا تاني بعد العيد ورمضان لوصفاتنا واكلاتنا اللي بنعملها في البيت. واحنا بقى طبعا بعد اكل رمضان الكتير اللي ما شاء الله وكان كله خير وبركة، هنبدأ نعمل حاجات بقى بسيطة، لان احنا بجد احنا زهقنا من الاكلات ومن الطبخ ووقفة المطبخ. فحاجات كده على السريع. هعمل بطاطس مسلوقة بس بطريقة جديدة شوية يعني، وهحمرها. هنحط فيها معلقتين كبار دقيق ومعلقتين نشا، ونحط الملح والفلفل والكمون والبهارات بتاعتنا والثوم، وهنقلبهم كويس مع بعض. وبعد كده هبططهم في ورق، في كيس اللي هو الكيس التلاجة، هنقطعه 2 كده نصين. وهحط البطاطس المسلوقة دي علشان اعرف ابططها وما تلزقش مني. حطيت طبق كيس من تحت وكيس من فوق، وهبدأ ابططهم بالنشابة واعملهم بقى على شكل مربع مدور زي ما انت عايزة، زي ما بتحبي اهو. تبططيهم بس يكون سمكها تخين مش رفيع اهي. وهبدأ اسويها بالنشابة كده وبايديا عشان تبقى كلها قد بعض. وبعد كده هبدأ اسوي الاطراف بتاعتها اهي من جميع الاتجاهات، واقسمها بالسكينة لصوابع. شايفين السمك بتاعها مش رفيع، وفي نفس الوقت مش تخينة علشان ما تبقاش يعني معجنة معانا من جوه. احنا عايزينها تبقى طرية من جوه ومقرمشة من بره. ايه الحجم ده حلو جدا كويس. وهنعينها في الفريزر لمدة ساعة، يعني لازم نحطها في الفريزر حبة حلوين علشان تمسك نفسها. وبعد كده هنخرجها وهنحطها في البيض والبقسماط والدقيق. اول حاجة هنجيبها هنحطها في الدقيق، هنبطنها بالدقيق، وبعد كده البيض واللبن، وهنا بعد كده البقسماط، ونبططها كويس قوي علشان يلزق فيها وما يخرجش منها اهي. هعمل واحدة تاني. هنعمل الكمية كلها، وبعد ما نعملها كلها نحطها على في الزيت. بيكون الزيت غزير ويكون مسخن كويس. حبيتي تشكليها شكليها. انا عملت منها اللي هي صوابع، وعملت منها مدور، وعملت منها زي صوابع الكفتة، يعني شكلتها بصراحة بكذا شكل اهي. واحدة تاني كده. خلصت كده، هخلص الكمية كلها وهنروح نعملها في الزيت هنا اهي. ده كمان واحدة. يعني اكلة سهلة وبسيطة وسريعة كده، بما اننا خارجين بقى طبعا من الاكلات رمضان وكلنا زهقنا من الاكل ووقفة المطبخ، فدي حاجة كده سريعة ايه. الزيت يكون مقدوح كويس عشان ما البقسماط ما يملاش ما يقعش مننا في الزيت، ما يقعش مننا كمية كبيرة. يعني هو يعني اكيد هيقع فيه حاجات بسيطة بس ما تبقاش كلها وقع مننا في الزيت. شايفين شكلها عامل ازاي؟ حلوة جدا، وفعلا هتبقى مقرمشة من بره. ولو الكمية عندك طلعت بزيادة ممكن تعيني الباقي بعد ما تعمليه في البيض والبقسماط. عينيه حطيه في الطبق الفويل بتاعك، وحطيه في الفريزر. وقت ما تحتاجيه هتطلعيه وتحمريه بس على طول. هنا شايفين شكلها حلو قوي. يا ريت الوصفة دي لو سهلة وعجبتكم تعملوا لي لايك وشير وكومنت وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. مطبخ نوني طبعا.
وحشتوني والله كلكم. طبعا كنت الفتره الاخيره كنا بنعمل في الكحك والبسكوت، كنت بنزل الفيديوهات بتاعتي وما عملتش وصفات اكل بقالي فتره. شايفين اهي بعد ما اتحمرت، وقدمتها مع مكرونه بالصوص الابيض وكم قطعه بانيه. شايفين شكلها حلوه ازاي؟ يا رب تعجبكم الوصفه. من مطبخ نوني، الهنا والشفا، وباي باي.